ابتعد ملك المغرب محمد السادس من تحمله في خطاب وجهه للمغاربة مساء الخميس بمناسبة الذكرى 39 لما يسمى بالمسيرة الخضراء التي قادها الحسن الثاني لاحتلال الصحراء الغربية عشية انسحاب الإسبان منها. وقال محمد السادس في خطابه الملكي إن الجزائر هي الطرف الرئيسي في النزاع القائم بالصحراء الغربية، ودعا إلى تحميلها المسؤولية معتبر نشطاء القضية الصحراوية خونة متوعدا إياهم بالمزيد من القمع والردع. وهاجم محمد السادس بشكل واضح ومباشر الجزائر، ومن الواضح جدا أن محمد السادس أراد تعبئة المغاربة من جديد ضد الجزائر بحثا عن عدو يصرف به أنظار الرأي العام في بلاده عن المشاكل الحقيقية للشعب المغربي.